سلام صديقتي الغالية، إن شاء الله دائما في تمام الصحة والعافية. اليوم إن شاء الله جبت لكم بيتزا أكثر من رائعة. جيت سهل وبسيط وناجح 100%. أنا متأكدة إلا جربته غادي يولي معتمد عندكم. حشوة اللي ديال هاد البيتزا جد لذيذة ورائعة وفي متناول الجميع. غادي ندوزو صديقتي باش غادي نحضروا هاد البيتزا اللي كنتمنى أنها إن شاء الله تجربوها وتعجبكم وتولي معتمدة عندكم، لأن العجين ديالها بسيط وناجح 100%، والحشوة لذيذة لذيذة بزاف. غادي ندوزو على بركة الله. أول خطوة غادي نبدا بها، فأنا خديت واحد صدر ديال الدجاجة أو نصف صدر ديال الدجاجة على حسب الرغبة والكمية اللي بغيتو. فأنا كما لاحظتو درت جوج ديال البيتزات اللي الحجم ديالهم كبير، قطعتها القطع اللي كيكونوا صغار على هاد الشكل، ضفت لها شوية ديال الملح، الإبزار، الخرقوم، سكينجبير، شوية ديال التحميرة، شوية ديال الكمون، وشوية ديال القزبور اليابس، فضروري في هاد الوصفة كيعطي واحد المذاق رائع، وشوية ديال التوابل ديال الشاورما. غادي ندير عصير ديال نصف حامضة، من بعد غادي نضيف زيت الزيتون، واحد شوية تقريبا واحد المعلقة كبيرة ديال زيت الزيتون، واحد الفص كبير ديال الثومة. غادي نخلط مزيان هاد المكونات مع بعضياتها حتى تينسجموا، وغادي نخليها تشرب هاد التتبيله. من بعد غادي ناخد واحد 3 ديال المطيشات كبار، غادي نحكهم، غادي نزيد عليهم معلقة صغيرة ديال الطماطم المركزة، شوية ديال الزيت، الملحة، الإبزار، شوية ديال الخرقوم، شوية ديال السكينجبير غير راس معلقة، ومعلقة صغيرة ديال التحميرة، راس معلقة ديال الكمون، واحد الفص ديال الثومة. فهاد الصلصة هادي ديال الدار كتجي لذيذة لذيذة بزاف، حسن من الصلصة الجاهزة، وسريعة وبسيطة ما كتاخدش نهائيا الوقت. غادي نضيف واحد المعلقة كبيرة ديال الربيع، وغادي نحرك الكل، وغادي نخليه يتشحر مزيان من فوق البوطة. راه ضفت لها واحد 4 كاس ديال الماء باش تشحر فيه مزيان حتى تشرب داك الماء، وكتقلى في ديك الزويته اللي درنا عاد باش كنحصلوا على واحد الصلصه اللي ناجحه. انا راني نسيت ما ضفتش معكم واحد شويه ديال الزعتر، ضروري انكم تضيفوا شويه ديال الزعتر، انا عاد تذكرته وضفته. من بعد ما تشربات ديك التتبيله غادي ناخذ واحد المقيله، غادي ندير فيها واحد البصله، غادي نزيد عليها شويه ديال زيت المائده، وغادي ناخد داك الدجاج اللي رقدتو في ديك التتبيله اللي كتعطيه واحد المذاق اكثر من رائع. هنا راني شحرته فوق البوطه مزيان حتى كيتشحر هو وديك البصيله على نار اللي كتكون مجهده باش ما كيطلقش لينا داك الدجاج الماء ديالو. كنخليه على جنب. خديت هنا 300 غرام ديال الدقيق الابيض، درت فيه نص معلقه د الملح، معلقه صغيره ديال سكر سنيده، تقريبا معلقه كبيره ديال الخميره، وغادي نضيف واحد جوج معالق كبار ديال الزيت. عجين اللي جد بسيط وسهل، والنتيجة ديالو راه أكثر من رائعة. كيجي واحد العجين اللي لذيذ لذيذ بزاف، في القوام ديالو أكثر من رائع. فبالنسبة للسر ديال هاد العجين هو أنكم ما تدلكوهش كتر من اللازم، غير كتجمعوا العجين وكتحسوا بأن العجين ديالكم منسجم، الدقيق كله نساجم، كتوقفوا على الخلط ديالو وكتخليوه كيختمر حتى تيتضاعف الحجم ديالو. فكما كتلاحظوا غير كنجمع العجين ديالي ما كندلكوش، غادي نخليه حتى يتضاعف. كما كتلاحظوا العجين كتكون طريه، ماشي عجينه اللي كتكون قاصحه. من بعد غادي ندير عليه شويه ديال الطحين لانه كيلتصق في اليدين. هنا راه اختمر وتضاعف الحجم ديالو. غادي نقسمو لجوج ديال الكويرات لانني درت جوج ديال البيتزات اللي الحجم ديالهم كبير. غادي نسرحها. فانا البيتزا الصراحه كنبغيها تجي رقيقه، ما كتعجبنيش البيتزا تكون غليظه. غادي نرققها بالسمك اللي انا مولفه كنديرو، كل واحد وعلى حسب الذوق ديالو. فانا الصراحه البيتزا عندي هي تكون رقيقه، ما كتعجبنيش نهائيا تكون غليظه، كتجي العجين كتر من الحشوه ديال البيتزا. غادي نسرحو، فراه العجينه كتكون طيعه،
كما لاحظتوا هنا سرحته واحد شويه ودرته في اللاطه وكملت له هكا شويه بيدي حتى تنقادو مزيان على القياس ديال اللاطه. فراه كتجي العجينه ديالو رقيقه كما لاحظتوا معايا في البدايه ديال الفيديو. دزت العجين الثاني بنفس الطريقه، غادي نسرحو وغادي ناخذ واحد اللاطه اللي كنكون دهنتها بشويه ديال الزيت، فضروري ندهنوا اللاطه هكا بشويه ديال الزيت وغادي نسرح هكا بيديا. كنكمل التسريح ديال داك العجين غير بيديا هكا حتى تياخد الفورمه ديال هاد اللاطه. من بعد صديقتي غادي نجيب هكا واحد الفورشيط وغادي نثقب العجين ديالي مزيان. كنتمنى صديقتي انكم تجربوها، راه دائما كنبغي نشارك معكم الصلصه اللي امور كتكون جد سهله سهله وبسيطه وبسيطه في المتناول الجميع، وغادي والنتيجه راه نفرقها كنضمن على لكم اكثر من البيتزات رائعه. بجوج. انا خديت واحد 4 لتر ديال الدقيق، درت فيه واحد المعلقه كبيره عامره مزيان ديال الدقيق، زدت عليها معلقه كبيره عامره مزيان ديال زيت الزيتون، وغادي نضيف فيها الفرomاج، اي نوعيه الفرماج كتوفروا عليه، وحتى الكميه بغيتو ديروا وحده جوج 3 على حسب المتوفر والرغبه ديالكم. فانا درت اضعف الايمان هي فرماجه وحده، كتجي واخا هكاك لذيذه الصراحه. كتاخدوا ديك الصلصه كديروها فوق البوطه حتى تتغلى، وكناخدوا ديك الصلصه البيضاء وكنفرشوها من فوق من هذيك البيتزا اللي راه دخلناها هنا الفران، فتندخلوها الفران حتى تطيب لينا ديك العجين ديالنا، وكنخرجوها كتكون ديك الصلصه شدات راسها باش كنديرو من فوق منها الصلصه البيضاء. كنزيد واحد الحكيكه ديال الزعتر من فوق ديك الصلصه. كناخد ديك البصله وصدر ديال الدجاج اللي شحرنا وكنفرشو من فوق البيتزا ديالنا. راه كتجي لذيذه بزاف. كنتمنى ان شاء الله انكم تجربوها. دائما كنبغي نشارك معكم امور اللي بسيطه، وصدقوني راه النتيجه اكثر من رائعه. غادي ناخذ الفرماج الحمر، فانا الصراحه في البيتزا كتعجبني الفرماج الحمر، كيعطيها مذاق رائع بزاف، عكس الموتزاريلا صراحه ما فيه حتى شي مذاق، كيعطي ديك التشبيده والتعليكه، ولكن المذاق ما كيعطيش شي مذاق زوين. هنا من بعد ما حكيت هكا الفرomاج كندخل البيتزا غير كيذوب داك الفرomاج وكنخرجها لانها طابت صافي في الاول. كيكون هذا هو الشكل ديالها. كنتمنى صديقتي ان شاء الله انها تعجبكم، وإلا عجبتكم فما تنسونيش من اللايك ديالكم، التعليق ديالكم الايجابيه البارطاج. الا كنتو جدد فكنرحب بكم، مرحبا بكم، اشتركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد على القناه. انا خديت واحد الزيت اللي عندي بالصلصه الحاره كنديرها من فوق منها، كتزيد كتعطي واحد المذاق اللي رائع. كما لاحظتوا العجين راه رقيق وكيجي رائع. كنتمنى انكم تجربوها. شكرا لكم، دمتم بخير.